لو عايزين تعرفوا عملنا الجمال ده ازاي بأسهل طريقة، تعالوا معايا على المطبخ نشوف عملناه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هنعمل البسكوت مع بعض، عملناه مع بعض قبل كده. بس اتطلب مننا تاني على القناة، قلنا نعمله معاكم تاني. هنبتدي بقى ان احنا نجيب مع بعض كده نص زبدة فرن، وهنجيب عليه تقريبا نص كيلو سكر مطحون بودر خالص. بس طبعا الزبدة بتكون بتاعتي متماسكة، ما بتكونش سايحة معايا. وهنبتدي ان احنا نخلطهم مع بعض كده بالشكل ده كده. شايفين كده زي ما احنا شايفين مع بعض. لحد ما تحس ان السكر خلاص اندمج مع الزبدة بتاعتك وكله دخل في بعضه. هنبتدي بقى نجيب المضرب بتاعنا الكهرباء، ونبتدي بقى ان احنا نضربه مع بعض كده زي ما احنا شايفينه كده مع بعض. لحد ما تحس ان هو بدأ يفتح منك. كملي خفق فيه كده. طبعا لو ما عندكيش مضرب يعني مش هتوقفي الدنيا، هتعملي برضو بايديكي. بس طبعا شايفين القوام بقى عامل ازاي، بقى الخليط بتاعي فوم خالص ازاي اهو بالشكل ده. هبتدي بقى اجيب ان انا 4 بيضات عندي بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي انزل بقى بيضة بيضة، وهضربها لحد ما تختفي خالص. هنشوف مع بعض كده زي ما احنا متعودين مع بعض، نشوف كل حاجة بالتفصيل. هنحط لهم ذرة فانيليا على البيضة، وهنفضل نضرب في البيضة لحد ما تختفي خالص، معادش نلاقي لها اي ملامح خالص. شايفين البيضة اختفت خالص ازاي. بفضل اضرب فيها كده برضو لحد ما تختفي خالص. هنزل بقى بالبيضة التانية، وهنعمل فيها برضو نفس اللي حصل في البيضة الاولانية، ان احنا نخليها تختفي خالص في السكر بتاعه، برضو ذرة الفانيليا. طبعا انا كل شويه بزود ذره فانيليا، يعني تقريبا كده الكيلو بحط له على ال4 بيضات كيسين فانيليا. لو هو الكيس اللي هو اللي هو تاج الملوك دوت، او اي نوع فانيليا مغلفه، بتحطي تقريبا، بنحط كيسين تقريبا على ال4 بيضات. بس انا عشان الفانيليا اللي عندي سايبه، فحطيت على كم، يعني كل بيضه بحاول ان انا احط لها ذره فانيليا. شايفين كده. هنزل بالبيضه التالتة. بعد كده الرابعه طبعا نزلت بيها، وانزل بعد كده بقى ببشر البرتقال. معلش فصلت مني وانا بنزل البيضه التالتة والرابعة، ان انا بضربهم معاكم. التليفون فصل مني. هنزل بقى كده ببشر البرتقال بتاعي. وهنزل بقى بالدقيق بتاعي، كيلو دقيق كامل. طبعا هنزل بيه ان انا لازم انخله، لازم ندخل فيه هوا كده.
كده باكمّل بقية الكيلو بتاع الدقيق. يعني كده إحنا عرفنا كيلو الدقيق عليه 4 بيضات، عليه نُص كيلو زبدة فرن، عليه كيسين فانيليا، عليه بشر برتقانتين كده. السكر طبعًا حطيت نُص كيلو، لو أنتِ عايزة بتزوّدي طبعًا تبع المذاق بتاعِك، وطبعًا كيس بيكنج باودر، وطبعًا بنحط جوزة الهند طبعًا بنطحنها مع بشر البرتقان. دي المكونات كلها إيه بتاعة الكيلو البسكوت اللي إحنا عملناه. كده الخليط جاهز معايا بقى إن أنا إيه، هابتدي إن أنا إيه أعجنه بقى كده خلاص، ما عادش ضربة خلاص بالمضرب، زي ما إحنا شايفين مع بعض كده. وهانزل بقى ونص كوباية نشا، هننزل بقى بيها كده مع بعد ما خلطنا الدقيق كده. نص كوباية نشا دي بتساعد بقى على القرمشة بتاعته، إن هو ما يطرش منك على طول. هنبتدي بقى إن احنا نشكله مع بعض كده. اهو بتحطي بقى الشكل الوش اللي انت عايزاه يعني. فالشكل ده اللي هو الشكل القديم بتاعنا يعني بتاع زمان كده، اللي هو الشكل الجميل ده بيحسسنا كده بأيام زمان. اهو زي ما احنا شايفين كده مع بعض، شايفين كله مقاس واحد ازاي وحجم واحد. طبعا انت بتتحكمي بقى في المقاس والطول اللي انت عايزاه. الشكل كده النهائي بتاعه بعد ما خرجناه بقى من الفرن. طبعا عايزة بتغمقي اللون، بتفتحي طبعا اللون ده تبعك انت زي ما انت بتحبي اللون بتعمليه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. شايفين القرمشة؟ يا ريت تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات.